في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. يعني اللي بيصلي يمتع في الدنيا ويمتع في القبر ويمتع يوم القيامة، وتارك الصلاة يعذب في الدنيا ويعذب في القبر ويعذب يوم القيامة. شوف بقى لما يجتمع عليك كل الغموم والهموم دي كلها بسبب ايه؟ صلي ما يصليش. تخيل بقى حضرتك، تخيل بقى حديث رواه البخاري بقى بيوضح لك الحته اللي انا بقول لك عليها دي، ان تارك الصلاه او تارك الصلاه من اسباب عذاب القبر. حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت الليله رجلين اتياني فاخذا بيدي. الحديث في نهايته قال صلى الله عليه وسلم: وانا اتينا على رجل مضطجع، رجل مضطجع، واذا اخر قائم على راسه بصخره. تخيل حضرتك واحد نايم كده وواحد ماسك صخره واقف فوقيه، وكل شوية يروح ضارب الصخرة في دماغه فيفلغ رأسه دي ايه؟ تتفلق نصين، خد بالك، فيتدهده الحجر، يعني ايه؟ يتدحرج. فالراجل يروح جاري يجيب الحجر، عقبال ما يجيب الحجر ويرجع، انا بوصف لك الحديث، عقبال ما يجيب الحجر ويرجع يلاقي الراجل ايه؟ راسه رجعت سليمة، فيخبطها تاني فتتفلق، فالحجر يتدحرج فيروح يجيبه. هذا عذاب تارك الصلاة إلى يوم القيامة في القبر. أقول لك نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي، في آخر الحديث: وإنا أتينا على رجل، لأنه وصف أشكال كثيرة من عذاب القبر لأكل الربا وللزنا وغير ذلك، فباخد الجزء بتاع ترك الصلاة. وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة برأسه فيفلغ رأسه، يفتحه نصين، خد بالك، فيتدهده الحجر ها هنا، يعني يتدحرج الحجر ها هنا. قال: فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، يرجع تاني سليم، ثم يعود إليه، خد بالك، فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. يفضل على كده لحد إيه؟ مين معايا يا أستاذ هاني؟ ازيك أستاذ هاني؟ عليكم السلام. أستاذ هاني بيسلم عليك. ازيك أستاذ هاني، عامل إيه؟ دورتنا. يعني جيت على عذاب القبر يعني. جاي على الريحة. كنت تعالى واحنا بنقول الثغرات. ربنا ينجينا وياك يا استاذ من عذاب القبر يا رب، ويرزقنا وياك ان شاء الله صحبة النبي في الجنة يا رب العالمين. فايه، فشوف يعني شوف المنظر عامل ازاي، فيتدهده ويفضل يتفتح دماغه ويتقفل تاني ويتفتح ويتقفل تاني لحد يوم القيامة. حديث فين؟ رواه البخاري، والله رواه البخاري. لحسن تقول انا جايب حديث من بره ولا حاجه، حديث رواه البخاري يعني في اعلى درجات الصحه. طيب تعالوا نشوف ايه تاني من الثمرات المريره التي يجنيها تارك الصلاه. والله انا بقول لك كل ده مش عشان اخوفك بس، انا بقول لك كل ده عشان بقول لك احنا ذكرنا لك 40 ثمره، فنفسي تاخد 40 ثمره، وبذكر لك ال 16 ثمره المريره ديت عشان تبعد عنها وتاخد ال 40 ثمره. يعني انا بذكر لك من باب وبضدها تتميز الاشياء. خايف عليك ان انت تخش النار، خايف عليك تتعذب، خايف عليك من سوء الخاتمه، خايف عليك من عذاب القبر، نفسي ان انت تنعم في الدور الثلاث، دنيا وقبر واخره. يا رب يجمعنا واياكم جميعا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 12: تارك الصلاه يوم القيامه. لما يجي يوم القيامه يتحشر مع مين؟ يحشر مع ائمه الكفر. خد بالك، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه احمد ورجاله الثقات، قال: من حافظ على الصلاه، من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. خد بالك، جد صيغة ايه؟ النكرة، نجاة من كل حاجة بقى. كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. خد بالك، ومن لم يحافظ عليها، على الصلاة، يعني ما بتصليش، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، مع العتاولة دولت. العتاولة دول فين؟ فرعون يعني هيكون في الفردوس الأعلى، طبعا في الدرك الأسفل، ربنا عافينا فيك. طب اشمعنى تارك الصلاة يحشر مع واحد من الأربعة دولت؟ الإمام ابن القيم بقى يحل لك اللغز الجميل ده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم بيقول لك إيه؟ إن تارك الصلاة سبب تركه للصلاة إنه بيبقى مشغول عن الصلاة بحاجة من 4 حاجات، إما المال أو الوزارة أو الملك أو التجارة. صح ولا يا جماعة؟ اللي منشغل عن الصلاة مشغول عن الصلاة يقول لك فلوسي، مشغول عشان الفلوس والمصالح وكده، يا إما التجارة بيعمل تجارته فمش فاضي، يا إما مشغول بملكه عنده منصب عالي جدا جدا فمش فاضي، يا إما بالوزارة. 4 حاجات.
يقول لك فمن شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون، يبقى في الصف بتاع قارون. ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان. ومن شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون. ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر وراء أبي بن خلف اللي هو أكبر تجار مكة.